بسم الله. باش السمية والصفة. أنا اللي قال لي البشير ولد الناجم من سليمان، لكن هي النجماوي من يتبع عمران صبوية. بنتكلم لكم على قضية الأوسمة اللي هي الطاطات، هاد اللي هي مات في العيون. أنا ما نتكلم على الناس اللي استفادت منها، ولكن نتكلم على الناس اللي تستحقها وما نعطلها، لأنه لا شك في وطنيتها، وضحاوا فقط التضحية بالغالي وبالنفيس، وباعوا فيها أرواحهم وأموالهم وأولادهم في سبيل الله والوطن والملك. رغما عن ذلك ما نعطلهم حقهم اللي يستحقوا في الشرف، ما حتى شي حاجة ما هم واصلين عليها، كيف مثلا حياة سحمة الضرحم، فيضل بن الضرحم بن علي، محمد بن علي بن مسعود، عمر استفاد الله يمتعو، علي ولد بوعيدة استفاد الله يمتعو، النجماوي أنا من المجموعة ما استفدت ولا أعين في ذلك. وهذا من شيء يبقى في الأخلاق، لأنه الناس ولله الحمد شهدها الآلاف والمئات اللي علم بهذا العمل اللي قمنا به في أجل وطننا، ويستحق منا هذا، وحنا نستحق فيه تكريمنا وتشريفنا. علاش؟ لأنه عدلناه في واحد الوقت اللي ما بدون مقابل وبدون توصية من أي أحد، إلا البلاغات والأوامر اللي تجي من عند سيدنا من اتصالات اللي فيها على طريق الدرك الملكي، واللي فيها على طريق وزارة الداخلية في انذاك بطنطان، وفيها اللي هنا من الياد بعدما دخلت الدولة هنا قمنا بالواجبات. لا يخفي عني أنا قال لي البشير ولد الناجم من سليمان أول واحد جاب العائدين هو هذا العبد المذنب، وراه شواهدها عندي وراه في العمالة موجودة، وقمت بالواجبات ومشيت في اتصالات الموريتانية يوم 19/6/76 اللي ما يقد واحد يحط كرع وفم، ورغم أنا اللي